استاذ جمال. اهلا بيك كابتن خالد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكابتن مصر كابتن جمال عبد الحميد اهلا وسهلا وكابتن مصطفى يونس والصحفي الكبير استاذ محمد رجب والمحترم الخلوق استاذ منتصر الرفاعي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ جمال. طبعا من حضراتكم دقيقتين بالظبط يعني عايز بس افكر جمهور الزمالك ومع احترامي لقيمه الزمالك وعظمه الزمالك ان كان جمهور الزمالك في يوم من الايام بيخاف يمشي في الشارع ولابس تيشيرت الزمالك بسبب الاستاذ ممدوح عباس. كان في يوم من الايام الزمالك بيعاني ماديا وكرويا وانشائيا في كل شيء، وكانت عشريه من اسوأ العشريات في تاريخ الزمالك. جمهور الزمالك في يوم من الايام لما هيجي النهارده يكتب تاريخ كبير وهيكتب باللون الاسود، هيكون اول انسان هينكتب اسمه باللون الاسود هو الاستاذ ممدوح عباس. نفسي اعرف النهارده وانا بتكلم بلغه المشجع الزملكاوي، هل اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يرضي حد؟ هل النهارده 50 مليون زملكاوي في مصر والمفترض ان هم قطاع كبير جدا من ابناء الوطن المصري ينفع يباتوا زعلانين؟ ينفع اللي الاستاذ ممدوح عباس بيعمله في نادي الزمالك لما يجي النهارده المستشار مرتضى منصور مع حبه وتقديره واحترامي ليه ويرجع هيبه الزمالك وكرامه الزمالك وكبرياء الزمالك ويبقى جمهور الزمالك فرحان؟ هل سعاده جمهور الزمالك النهارده اصبحت جريمه؟ هل الزملكاوي النهارده لما بينام يا كابتن خالد بيكون مسبب ازمه لبعض الناس؟ نفسي اعرف ذنب الزمالك ايه وذنب مرتضى منصور ايه؟ جمهور الزمالك ارتبط بمرتضى منصور، والزمالك النهارده اصبح لما تسال المشجع الزملكاوي مين افضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك هيغمض عيونه ويقول مرتضى منصور. صح. فالنهارده لازم الدوله النهارده ولازم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنحبه وبنقدره وطول عمرنا داعمين ليه، مرتضى منصور في الزمالك علمنا الوطنيه وكتب شعار عظيم على مدخل النادي: هذا النادي هو نادي الوطنيه والكرامه. ما يبقاش النهارده ان نادي الزمالك اللي طول عمره في ظهر الدوله يتعامل المعامله دي. شخص واحد يا كابتن بينيم 50 مليون زملكاوي حزين. هل هذا العدل؟ اشكرك يا استاذ هل جمال. ده يرضي جماهير الزمالك؟ اكيد لا. بالتاكيد لا. اكيد يا استاذ جمال لا، وانا بشكرك ورسالتك واضحه ووصلت.